الليل هادئ، لكن هناك صياد غير مرئي يكسر هذا الهدوء، يتسبب في واحدة من أكبر إزعاجات الإنسان: البعوض. لمسة واحدة منه تؤدي إلى الحكة، الاحمرار، وليال بلا نوم. فما سر هذا الكائن الصغير؟ البعوض من أكثر صيادي الطبيعة صبرا، لكن ليس جميعها. فالأنثى فقط هي التي تبحث عن دمنا، لأنها تحتاج إلى الدم لتطوير بيوضها. وعندما تحط على الجلد تستخدم خرطومها الدقيق والحساس لتخترق بشرتنا. لكن هذه الرحلة ليست فقط من أجل امتصاص الدم، بل لحقن مادة سرية، وهي إنزيمات موجودة في لعابها. وهنا تبدأ القصة الحقيقية. هذه الإنزيمات تمنع تخثر الدم، فيسهل على البعوضة أن تتغذى. لكن جسم الإنسان يكتشف هذا الدخيل، فينطلق جهاز المناعة في حالة إنذار، ويفرز مادة لا تعرف بالهستامين. الهستامين يوسع الأوعية الدموية، فيحمر المكان، وتظهر حكة لا تحتمل. في الحقيقة هذه الحكة ليست فعلا من البعوضة، بل هي استجابة يطلقها جهازنا المناعي. والأمر المثير أن ردة الفعل هذه ليست متشابهة عند الجميع. فبعض الأشخاص لا يشعرون تقريبا بأي حكة، بينما يتحول مكان اللسعة عند آخرين إلى تورم كبير. والسبب أن جهاز المناعة يختلف من شخص لآخر. فالجسم الذي يفرز هيستامين أكثر يظهر ردة فعل أشد. والبعوض بدوره لا يختار ضحاياه عشوائيا، فحرارة أجسامنا، كيمياء عرقنا، وحتى فصيلة دمنا كلها عوامل تحدد تفضيله. ولهذا السبب يبدو بعض الناس وكأنهم مغناطيس للبعوض. عندما تبدأ الحكة، فإن أول ما نفعله عادة هو الحك، لكن هذا يزيد الوضع سوءا. فالكمادات الباردة أو الألوفيرا أو بعض الطرق الطبيعية البسيطة قد تخفف الألم. أما العلم فيقدم لنا الكريمات المضادة للهيستامين كحل فعال. البعوض بجسده الصغير يعلم الإنسان درسا عظيما. أحيانا لا يكون سبب معاناتنا عوامل خارجية، بل ردود فعل أجسامنا نفسها. فالحكة التي نشعر بها بعد لساعة بعوضة ليست إلا محاولة من الجسم لحمايتنا. وهذا الصياد الصغير يذكرنا دائما أن أعظم المعارك قد تحدث تحت بشرتنا مباشرة.